انا اتصدمت زيك كده بالظبط لما عرفت ان يوتيوب دفعوا 70 مليار دولار لصناع المحتوى في 3 سنين بس. سواء كنت طالب او خريج، صناعة المحتوى بقت مسار مهني حقيقي. مش لازم كلنا نبقى دكاترة ومهندسين، يعني في اطفال عمرهم 10 سنين عندهم تشانلز بيشرحوا وبيرسموا وبيلعبوا وكمان بيكسبوا. طب اقول لك الكبيرة وركز معايا، اكتر من 20 مليون فيديو بيترفعوا على يوتيوب كل يوم، و3.5 مليار لايك يوميا، وفوقهم 100 مليون كومنت. وفي مصر عدد القنوات اللي بتكسب اكتر من مليون جنيه زاد 60%، والسعودية 40%. مش بس الناس اللي بتعمل فيديوهات هي اللي كسبت، اللي كسبوا بجد هم اللي بنوا البلاتفورمز دي اصلا، اللي عملوا يوتيوب، تيك توك، انستجرام. دول اللي ماسكين اللعبه من فوق. الفيديوهات بتنتشر واللايكات عماله تزيد، بس ورا الكواليس في مبرمجين ومطورين قاعدين بيبنوا الارض اللي العالم كله واقف عليها دلوقتي. لو نفسك تكون في يوم من الايام مش بس مستخدم مستهلك، ابدا من دلوقتي اتعلم كودينج، ابني فكره او ويب سايت بسيط. ولو هتعمل اول ابلكيشن ليك، هيكون عن ايه مثلا؟